السلام عليكم يا احلى متابعين، ان شاء الله تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم وعيد سعيد، ويجي علينا وعليكم بخير وسعاده ان شاء الله باذن الله. لو انت اول مره تشوفي قناتي ممكن تشتركي لو عجبتك يعني، وممكن تعملي لي لايك وتسيبي لي رايك في كومنت. آه، الفيديو النهارده يعني انا حابه اعمل بصراحه فيديو على المشتريات. ببقى حاسه ان في ناس كتير بتحب الموضوع ده. انا بشتري مشتريات كتير بصراحه مش عارفه المفروض ان انا يعني لو انتوا حابينه ماشي انا هعمله على طول، لو انتوا شايفين ان الموضوع عادي يعني ماشي برضه. بس في ناس يعني انا واحده من الناس بحب اتفرج على المشتريات، ببقى عايزه اعرف يعني ممكن حاجه انا اكون جربتها انتي ما جربتهاش، فهفيدك في دي. يعني انا جربت دي مثلا فاقول لك حلوه ودي وحشه، فانتي بدل ما تروحي تجربي الحاجه اللي انا جربتها لقيتها وحشه هعرفك يعني، فهتاخدي بالك هتستفادي يعني، هو بيفيد ناس كتير. الحاجه اللي انا حاسه انها هتفيدك هقول لك عليها، والحاجه اللي كده هعديها يعني. اول حاجه انا جبت كنافه. بص، الكنافه انا بجيب طبعا اول باول يعني ممكن اجيب مثلا كيلو نصين، احط نص في الفريزر واعمل نص، بس ما بجيبش اكتر من كده. انا طبيعي بطلع يعني اكيد على طول، وحتى لو ما طلعتش مثلا في الاسبوع بطلع كل اسبوع. يعني انا بجيب لو كنافه او جلاش وكده ممكن اجيب لفتين جلاش، مثلا كيلو كنافه نصين، احط نص في الفريزر واشتغل في نص، والجلاش نفس الحكايه والحاجات دي كده. ما بحبش اجيب كتير يعني واحط للشهر كله والحاجات دي. بصوا الكنافه دي كنافه بلدي، النص بتاعها ب30. مش اي حد بيحبها ومش كتير اللي يعرفها يعني، بس هي انا يعني ما كنتش برضو ان انا اتوقع ان انا هجربها في يوم من الايام واكلها، بس بصراحه دقتها يعني كانت تحفه بجد، طعمها جميل جدا جدا جدا. او احنا بقى اللي كبرنا فبقينا الحاجه بقى بنحب الحاجه بتاعت زمان بتاعت الناس الكبيره، بس هي فعلا فعلا جميله يعني، بامانه جميله جدا يعني. بتتعمل بطريقه حلوه قوي زي الكنافه العاديه بالظبط، بس هي فعلا حلوه يعني. هعملها معاكم برضو ونشوف هتبقى عامله ازاي. وجبت برضو نص كنافه من دي. انا جايبه الكنافه دي ليا، بس الكنافه دي يعني بصوا، انا كنت بشتغل فتره جامده كده في الحلويات من البيت وكده، فالحاجات دي يعني بعملها حلو الحمد لله. في ناس بتحب الحاجات دي من ايدي، فانا في رمضان بحب ان انا يعني ايه، اللي بيحب الكنافه من ايدي بعمله، اللي بيحب مثلا بلح شام بعمله. الحاجات اللي انا بحس ان انا شاطره فيها او ان هي حلوه من ايدي والناس بتحبها بحب ان انا ادوق منها للناس. يعني ممكن تعملي كده اللي هو تعتبريها بقى زكاة عن الحاجة دي، اللي هو يعني خلاص طالما انت حلوة فيها تزكي عنها بقى، اللي هو ايه ممكن غيرك ما بيعرفش يعملها. وغير كده ان الحاجة بعدين بتبقى بتستمر ان هي تطلع حلوة معاكي، بنية ان الحاجة دي تفضل دايما بتطلع حلوة، او ان يعني ما تبوظش منك او كده. لان ممكن تكون بتعرفي تعملي حاجة حلو جدا وتبوظ منك فجأة يعني. انا كنت بشتغل فترة جامدة سنين يعني في الحلويات دي، وبرضو الحاجات بتبوظ مني. فانا بعمل الحاجة دي اللي هو يعني ايه زكاة عن الحاجة دي ان انا بعرف اعملها والحمد لله. ماشي كده دول الكنافه. هنا جبت مخلل. هتقولوا لي مخلل في رمضان؟ هو بصراحه انا ما بعرفش افطر من غير مخلل، انا كان عندي مخلل دايما بخلله في البيت بصراحه. كنت مخلله قبل رمضان بس فتحته وخلص، فاضطريت ان انا اجيب لاني مش عارفه اخلل في رمضان بصراحه، مش فاضيه خالص يعني، ودخلت عيد وكده فجبت ده. هو الكيلو 25 تقريبا، انا جايبه ده يعني بحوالي 14 جنيه يعني. تعالوا نشوف بقى. ده لانشون للعيال وجبنه رومي. انا بحب لانشون اطياب جدا. انا كنت بحب حلواني، بس بصراحة مؤخرا بقى طعمه بشع. مش عارفة بقى العيب من هو السوبر ماركتات بقى يبوظ عندها ولا ايه، بس هو طعمه مبقاش حلو بصراحة يعني. مش عارفة الفكرة فين، بس ما بقتش. غمرت مرتين جبته، في المرتين ما كانش حلو. مرة كان طعمه مختلف ومرة كان طعمه بشع ما ينفعش يتاكل اصلا. فهو بصراحة يعني ما حبيتش ان انا اغامر تاني واجيبه. بقيت بقالي فترة جامدة جامدة يمكن يجي سنة بستخدم اطياب بصراحة حلو يعني. انا بعمله في البيت برضو اضمن، ولكن احيانا بتضطري انك تشتري، فدي حاجة للعيال، فالواحد يعني ايه مش بيغامر بصراحة انه يجيب برضو حاجة مش معروفة. وغير كده يعني انا مش بكتر، انا طول ما قدام العيال هيسحبوا منها كتير هاتي كميه قليله عشان ما يتسحبش منها كتير، والحاجات دي اصلا مش صحيه اصلا على العيال يعني، الله اعلم بتتعمل ازاي. وجبنه رومي طبعا بتحبيها وسط بتحبيها قديم. جبنه قصدي شيدر اللي هي بتبقى متقطعه كده زي سلطه. انا اول مره اجربها بصراحه. بصوا انا ما بحبش اجرب الحاجات اللي بتبقى ميكس جبن، اللي هي الحاجات اللي بتبقى يعني حاجات تحسيها متقطعه وجايه جاهزه كده، بصراحه ما بحبش استخدمها، ما بقاش ضمنها قوي يعني. بحب اجيب كل حاجه لوحدها، وكل حاجه يعني اجيب جبنه رومي انا ابشرها، اجيب حاجات اي حاجه مثلا جبنه موزاريلا لوحدها كده. بس انا قلت اجرب يعني، انا من الناس اللي بحب اجرب جدا، بحب اجرب كل حاجه واحب اجرب كل الطرق. وفي الاخر بثبت بقى على طريقه يعني، ممكن اجرب 3 4 طرق لحاجه او اجرب 3 4 انواع لحاجه، بس بثبت على حاجه بقى بتبقى هي دي خلاص كده يعني، انا ببقى جربت، فما بقاش دماغي تروح لحاجه تانية يعني. بصوا هقول لكم على حاجه برضو ديت.
دي خلطة البرجر دي انا بجيبها، بتخلي البرجر تحفة، بتخليه جميل يعني. انا عملت البرجر قبل كده، هنزل لكم الفيديو بتاعه، كنت مصوراه بس ما حصلش نصيب انزله. والله العظيم احلى من اللي بيجي من بره 5000 مرة، احلى من بتاع ماك بمراحل والله العظيم. زي ما قلت لكم انا بجرب على فكره، انا عشان اعمل حاجه لازم ادوقها من بره يعني، عشان ابقى عارفه هل وصلت للمستوى ده ولا لا. دي طبيعتي بغض النظر عن القناه يعني. انا لما باجي اعمل اي حلويات، يعني انا شاطره شويه في الحلويات الحمد لله وفي المطبخ وكده، فلما باجي اعمل حاجه لازم ادوق من بره. يعني انا ادوق من بره عشان اعرف هل الحاجه دي طلعت فعلا زي بره ولا لا، لاني ما ببقاش عارفه مستوى الحاجه بتاعتي الا لما باكل بتاعت بره. فالبرجر بصراحه بتحط له الخلطه دي وبتعمليه في البيت، بتحط له ليا بيبقى تحفه، بروح في مكان تاني خالص. وجبت زيتون اسود برضو للبيتزا. وجبت، بصوا اي فلوس بتتبقى يعني، بتبقى 2 جنيه، بتبقى 3 جنيه، بتبقى 4 5، بجيب فانيليا زي دي. الفانيليا دي ممكن كيس الفانيليا ده بجنيه يوقفني يوم كامل يعني، ممكن يضيع عليه يوم كامل. انا يعني ممكن حد جاي لي فجأة، بحب اعمل حاجة حلوة يعني، بحب اي حد يجي لي يبقى عندي حاجة حلوة في البيت. فالنهارده كنت حابة اعمل حاجة بصراحة اوديها لحد يعني، فكيسين الفانيليا دول وقفوني اليوم كله. اضطريت ان انا استنى لتاني يوم، كنت محضره كل حاجه ومجهزه، جيت ادور ما لقيتش، فبصراحه اليوم اتعصبت يعني. فاي فلوس معايا بجيب يعني، لو 50 كيس مش مشكله عادي، المهم ان انا يبقى عندي في البيت، وبيبقى عندي واجيب تاني برضه. ماشي. دي بقى شوكولاتات العيد، كل سنه وانتم طيبين. بصوا دي الكيلو بتاعها ب180. انا بحب بصراحه اكتر حاجات بحبها الميجا، ما بحاولش ان انا اجيب اي انواع تانية، ودي اللي هي بالفلوس السوداني جوزي بيحبها والجوز الهند. انما الميجا دي اي نوع ميجا بصراحه انا بحبه يعني، هي بالنسبه لي احسن حاجه. ما بحبش اجيب الشوكولاتات التانية لان هي مش بتبقى شوكولاتات اصليه، بيبقى فيها نسبه سكر عاليه، ما حبيتهاش بصراحه. ولكن اسعار الشوكولاتات بتبقى في ب160 وفي ب200. انا ما بكترش في الشوكولاتات لان انا بخبز سابليه وبيتيفور وحاجات زي ديت، فالعيال او احنا يعني طالما السابليه والبيتيفور والحاجات دي موجوده بصراحه بنحبها اكتر، ما بنبصش على الشوكولاته يعني. برضو ده خل اللي هو الوادي، ده انضف نوع خل انا بستخدمه برضو، ما بغيرش عنه، هو من افضل الانواع ومن احسن الانواع في الخل يعني. آه وده برضو فانيليا، بس دول انا شارياهم اصلا يعني، انا شارياهم وبرضو لما بيبقى اي فلوس بجيب يعني. انا شاريه دول 15 واحده ب 15 جنيه. بس برضو لما بقى معايا فلوس في اي مكان بجيب برضو. ده اللي هو الديب بتاعه البوتيفور. انا كنت بعمل باشكال تانية وبالاكبر منها وكده، بس برضو ايه، بحب يبقى عندي يعني يعني ممكن اعمل احيانا في قرطاسين، واحد احط فيه شوكولاته واحد احط فيه فانيليا. ما بحبش اقف يعني، هي ب20 جنيه بس، دي ب20 جنيه ممكن توقفك خالص يعني، ممكن توقفك وتخلي الحاجه مثلا تبوظ او كده، فما حاجه يعني 20 جنيه وكده. بس عادي وهتريحك يعني بص، هو المطبخ بيبقى محتاج ان كل حاجه تريحك يعني. المطبخ لازم يبقى فيه كل حاجة تريحك، ويبقى فيه كل حاجة سريعة عشان تقدري تنجزي وتقدري تعملي كل حاجة. لان المطبخ بصراحة يعني احنا عارفين كلنا اللي بيدخل فيه ما بيطلعش، فهو بيبقى من الحاجات المرهقة والمتعبة، فلازم تحاولي تريحي نفسك بأي حاجة يعني. زي ما قلت لكم دي ب20 جنيه، ودي هي الناس اللي عايزة تجيب بتاعة البوتيفور دي اللي هي 6 FT، دي بتاعة البوتيفور. لو انت عايزة تعملي البوتيفور اللي هو بالقرطاس اللي في البيت، دي اللي بتجي للبوتيفور اللي هي 6 FT، ده اللي بيشتغلوا بيه في المحلات يعني. كل الرسمه اللي تجيبها من المحل هو ده اللي بيبقى شغال بيه، وبرده ممكن تشتغلي بيه بلح الشام، فهو ده الاساسي يعني. ماشي. انا عندي كل دول بصوا يعني، ممكن الحاجه من دي انا استخدمها مثلا مره بس، زي ما قلت لك ما بحبش اقف يعني. وبرده انا بشتغله بده برده، بصوا هو ده نفسه بالظبط بس ده 7. بصوا افضل ان هو ال6 افضل يعني، هو ده الافضل وده المقاس اللي بيشتغلوا بيه، فهو ده ال7 وده ال6، فانت لو هتجيبي خليكي في ال6 افضل يعني. بس ده الكبير ده يعني ممكن احتاجه برضو اعمل بيه بلح شام، لو انت بتحبيه يبقى كبير كده فبنستخدمه يعني. دي حاجات بقى بتاعت روزيتات وحاجات. وبرضو بشتغل بده بتيفور برضو بيبقى شكله حلو على فكرة. ده بقى اكتر قمع انا بحبه. بصوا حاجات قبل كده بس انا بحاول افيدكم والله يعني، بحاول افيدكم على قد ما اقدر. ده اكتر حاجة انا بحبها اهو. بصوا هو بتبقى السنون بتاعته داخله كده لجوه. هو ده 8 FT، ده انا بستخدمه في بلح الشام بيطلعه خطير يعني، وبرده في البيتيفور رسمته بتبقى حلوه جدا. ولكن لو انت عايز تخليك في المضمون والرسمه تطلع معاك مظبوطه، خليكي في ده اللي هو ال6 FT. تمام. خدي سكرين شوت بقى عشان لو حبيتي تجيبي يعني في اي وقت وكده.
وصدقيني والله العظيم المعلومه اللي هقولها لك يعني هي دي تاخديها ثقه. هو بصوا قناتي مش قد كده وممكن تصويري مش قد كده، بس انا يعني مش بصراحه مش منتظمه قوي على حكايه القناه دي. بس احيانا ببقى حابه ان انا افيد يعني اللي حواليا، ببقى حابه. بصوا انا متجوزه غريبه اصلا، يعني في بلد بين بلدي 12 ساعه، يعني 12 ساعه كاملين. وبرضو يعني ايه اللي هو ماليش حد حواليا وكده يعني. فالفكره في ان احيانا بيبقى الواحد زهقان يعني عايز يعمل اي حاجه، فبحاول اشوف القناه دي اللي هو تسليني شويه، يبقى ليا اصحاب، يبقى لينا اصدقاء، ناس تحبنا كده وكلام زي ده. وبقول برضو لو انشغلت فيها شويه ممكن تسليني يعني. وبرضو بحاول افيدكم والله على قد ما اقدر. ببقى اوقات نفسي حد يفيدني في حاجه بدل ما انا اجيب حاجه واخسرها. وبرضو كفايه ان انت هتدعي لي لما تجيبي حاجه او تقولي والله خدت طريقتها وطلعت جميله او كده، دي حاجه هتفرحني طبعا، احساسها بيبقى حلو جدا يعني. تعالوا بقى اقول لكم برضو ده الملح ده. الملح ده احسن نوع ملح برضو انا استخدمته. بصوا دي كلها ب10 جنيه، فانت اللي يخليكي على فكره دي بتقعد معايا ممكن شهر والله. فالكيس، عارفه الكيس اللي انتوا بتجيبوها ب5 جنيه، الكيس اصلا يعني مش هياخد معاكي اسبوع لان مش بيملح حلو. وغير كده هو مش نظيف، دايما بتلاقيه مطرب ومش حلو جدا، وكنت بقاسي معاه. جربت انواع ملح كتير، ده افضل نوع ملح كوكس ده انا جربته. وفي نوع اسمه نور برضو كويس جدا، بس اللي بيضايقني فيه إني حبيته بتبقى يعني ايه خشنه شويه. ما برتاحش فيه لان بحسه يعني مش بيدوب بسرعه. وغير كده يعني لو ملح شويه ملح زياده وقعوا منك في الاكل بيحدقوا. هو نظيف جدا بس انا حبيت ده اكتر. دي كلها ب10 جنيه يعني. انت عارفه لو جبتي منها مثلا، يعني لو جبتي منها مثلا 2 كل شهر ب20 جنيه، مش فلوس والله، بس حاجه نظيفه ومضمونه تاكلي بيها عيالك. ونور برضو الكبيره ب15 جنيه. كنت عايزه اشوف لكم علبه نور بس للاسف كانت اخر حاجه عندي وخلصت اليومين اللي فاتوا دول ورميتها. فده افضل نوع ملح تستخدميه برضو والله العظيم. خدي كل حاجه بقولها لك ثقه، يعني اللي انا اقول لك عليه حلو هو هاتيه، ما تدوريش والله على حاجه غيره. لان انا ببقى والله بجرب حاجات بالهبل. انا من الناس الدقيقه اللي موسوسه، اللي هو بحب اجيب احسن حاجه يعني. الحاجه حتى لو شكيت فيها 1% ما بحبش اجيبها، وغير كده بحب اجرب يعني. فهو ده افضل نوع ملح يعني لو انت عايزه تجيبي ملح. الاصيل ده دي كويس جدا برضو بالنسبه للسعر كويس يعني. هو ب 22 جنيه الكيلو. بس نوع نضيف جدا يعني. بستخدمه في كيكات، في حلويات، في بطفرات، ماشيه بيه، بشتغل بيه بقالي سنتين. برضه في حاجات كده انا بصراحه ما بحبش اجرب فيها يعني. ممكن اجرب وحاجه او اتنين وما بحبش اجرب في حاجات يعني، بالذات الدقيق. الدقيق بالذات ما بحبش اجرب قوي، ببقى بشكل من شكله كده يعني بيبقى الواحد ايه مش مرتاح. الحاجات اللي انا جربتها كان دي اسمه الكوثر. الكوثر ده اللي هو علبته بتبقى ورقه كده. ده افضل نوع دقيق تستخدميه بالنسبه لسعره، ممتاز جدا جدا في اي حلويات، في اي حاجه داخل معاكي مش هيزعلك خالص. انما وبعده بقى مش، انا مش بلاقي الكوثر ده، مش بلاقيه خالص. فانا بجيب الاصيل برضو ممتاز جدا. فانت لو خايفه مثلا، لو انت هتكلفي يعني، انت لو جيت تخبزي مثلا بتيفور هيكلف معاكي زبده وبيض وحاجات كتير ودقيق وكده وشوكولاتات وبتاع. فايه ما ينفعش ان انت تجيبي حاجه تبوظ معاكي كل الباقي ده. فالاصيل ده على ضمانتي ممتاز جدا، وانا هخبز بيه البتيفورات والنواعم والحاجات والبسكوتات قدامكم ان شاء الله معاكم. بيطلع الحاجه ما شاء الله جميله. لو لقيت الكوثر هاتيه، ما لقيتش الكوثر هات الاصيل. في انواع تانية بقى اللي هي فلورا والحاجات دي انا برضو جربتها. الحاجات الغاليه دي الكيس بتاع دي بسعره بيبقى غالي شويه، حاجه و30 من ده 22. جربت فلورا ده بس فلورا او فلاور حاجه كده. بس بصراحه اللي هو بتاع الكحك والبسكوت وكده ما حسيتش بفرق والله، ما حسيتش في اي فرق خالص يعني. هو ولا اي فرق، كاني شغاله بدقيق عادي. اللي بيفرق معاكي بقى في الحاجات دي نوع الزبده. لو انت حتى مثلا نيوزيلندي ممكن تجيبي فيرن وتحطي عليها مثلا نيوزيلندي، يبقوا خليط بين الاثنين. دي الحاجات اللي بتفرق معاكي. نوع الشوكولاته اللي انت حاطاه وكده. انما دي طالما ده كويس وده كويس الاثنين هيبقوا حلوين. ده برضو بجيبه والله مش فاكره بصراحه بكام كان، بس هو تقريبا في حدود ال 15 جنيه دي يعني. دي بجيبها بقى بستخدمها لو انا هعمل كفته مثلا، اللي هو الكفته اللي بنحمرها في الزيت، فبتحطي من ده معلقتين ثلاثه كده بتمسكها يعني معاكي. لو انت حاسه ان هي سايبه شويه فبستخدمه في حاجات كتير يعني. دي تقريبا ب 15 جنيه يعني. في حاجات كده بتبقى سعرها 15 جنيه، 10 جنيه، زي الملح، زي ده، زي النشا مثلا. بجيب نص كيلو النشا ب20 جنيه. السايب على فكره بجيبه ممتاز جميل جدا. الحاجات دي ممكن توقفك، ممكن توقف معاكي اكله كامله. فالحاجات دي يعني انا مش بجيبها عشان محتاجاها في حاجه، لا انا بجيبها بخليها عندي وقت ما احتاجها تبقى موجوده. ما اضطرش ان انا اطلع اجيب او ان انا ما القاهاش وانا كمان يعني مش ساكنه في البلد نفسها يعني، بيني وبين البلد كده. وانا بحب اجيب الحاجه النظيفه بصراحه من مكان مضمون، ما بحبش ان انا اجيب من اي مكان. ففي حاجات كده هاتيها يعني. لو كل مره مثلا هاتي ده مره، الملح مره كده. الحاجات دي هتنفعك جدا. تعالوا بقى نشوف السمنه.
انا مؤخرا استخدمت سمنه كريستال دي اللي هي بالزبده الصفراء. انا كنت دايما بستخدم جنه، وكنت برضو مستخدمه روابي اللي بالقشطه. بصوا تعالوا اقول لكم برضو افيدكم في حكايه السمنه دي، عشان في ناس كتير بتسال برضو. بصوا انا استخدمت برضو يعتبر كل انواع الزبده، يعني دي لسه فيها على فكره، ودي لسه فيها برضو. آه، بصوا دي انا استخدمتها مؤخرا. بصراحه جبت زيت كريستال، هو زيت كريستال من انضف الزيوت اللي موجوده يعني. فراح اجيب برضو، كنت راح اجيب سمنه يعني وكده، فقلت ايه طب ما اجيب كريستال اجرب. والراجل قال لي يعني ما لقيتش جنه وما لقيتش روابي. فالراجل قال لي طب ما تخليكي في كريستال، ده انضف نوع واغلى نوع كده. قلت اما اجربه. انا بحب دايما اجيب السمنه علب صغيره زي دي، عشان برضو لو حابه اجرب حاجه ما بجربش في حاجه كبيره. جنة دي انا بستخدمها على طول على طول بقالي سنين يعني. لما جيت حبيت ان انا اغير، لان لما باجي اعمل بيها الكنافه بيبقى طعم السمنه واضح. انا بصراحه مش حابه طعم السمنه يبقى واضح. السمنه الوحيده اللي بحب طعمها يبقى واضح هي السمنه البلدي، او الزبده النيوزيلندي والحاجات دي. ببقى حابه بقى طعم الحاجه، المكسرات والحاجات والكنافه بقى هو اللي يبقى باين، لاني ما بستلطفش طعم اي سمنه مهدرجه بصراحه، بحب ريحتها بس في الطبيخ. فكنت بستخدم دي على طول. جربت بعدها روابي بالقشطه، راجل برضو قلت له عايزه حاجه ما تكونش ليها ريحه، قال لي روابي بالقشطه جميله، جربتها كانت حلوه. برضو جنة حلوة في الطبيخ. جربت كريستال بصراحة عجبتني جدا. بصراحة هي جميلة. هو الفرق بينهم مش كبير قوي يعني، بس حاسة ريحة كريستال يعني صافية كده، حاسة ريحتها ايه. يعني تحسيها نظيفة، تحسي نوعها فعلا نظيف، فهي حبيتها بصراحة. وجربت الجنة النيوزيلندي اللي هي الجنة الخضراء. عايزة اقول لكم هي اذواق، بس هي ما عجبتنيش خالص. هي عجبت ناس خالص وما عجبتش ناس خالص. بصوا هي ما عجبتنيش خالص لان انا مستخدمه الزبده النيوزيلندي اصلا، يعني كنت بشتغل بيها في الحاجات بتاعتي، فانا عارفه ريحتها وطعمها ازاي. لما جبت النيوزيلندي اللي هي الجنه السمنه دي بصراحه ما عجبتنيش خالص، هي ملهاش علاقه. يعني ممكن فيها نوعا ما يعني حاجه ريحه بسيطه، ولكن هي ملهاش اي علاقه بريحه النيوزيلندي. النيوزيلندي النظيف، لان النيوزيلندي فيه منه انواع، ولا ليها علاقه. نيوزيلندي كيلو الزبده بيوصل 600 جنيه، فهي ملهاش علاقه بيه خالص، ولا بطعمه ولا اي حاجه خالص. فانا دول الثلاث انواع. روابي القشطه دي حلوه، في ناس حباها جدا. جنة بالصفرة في ناس حباها جدا. هما كلهم بالنسبه لي كانوا حلوين، بس انا حبيت بصراحه كريستال شويه، اللي هي بالزبده، وفي منها بالقشطه برضو. فانتي برضو في ناس بتحب اللي بالقشطه، وفي ناس بتحب الزبده الصفراء، دي ترجع لك. برضو جربي، عارفه يعني ممكن تجربي حتى الاكياس، لان ذوقي غير ذوقك، وبرضو مهما انا اوصف لك مش هعرف ادوقك الطعم. فانت ممكن تجربي الاكياس الصغيره، تشوفي اللي انت ترتاحي فيه هاتي منه. لقيت دي برضو جبتها. بحب اروق عن نفسي كده يعني، مش بنسى نفسي. كل الحاجات دي طبعا طلبات بيت مش طلبات يعني. لقيت دي عجبتني بصراحه، فجبت عجبتني شكلها وعليها البهارات وكده، فقلت اجيبها. دي ب10 جنيه، فسعرها بصراحه لا يذكر يعني، وهتغير لي التوابل، هتخلي شكلها حلو، هنبقى نعملها مع بعض ان شاء الله. تعالوا بقى اقول لكم على حاجه. بصوا الزيت ده انا كنت جايباه في اول رمضان، ماشي. بس بصراحه بلاقي ناس كتير يعني ايه بتسال، هو يعني نجيب ايه نوع زيت كويس؟ طب ايه الفرق بين ده وده وايه؟ يعني بيبقوا عايزين يعرفوا الزيت، لاني زيت انا واحده من الناس ما كنتش اعرف إيه الفرق اصلا يعني. كنت بجيب اي زيت، وكان في دماغي ان عباد الشمس عشان لونه فاتح شويه وافضل وكده. بصوا ده زيت عباد الشمس، وده زيت الذره. بصوا زيت عباد الشمس هو ارخص من زيت الذره. دي العبوه دي 2 لتر ونص. انا كنت جايبه تقريبا زيت الذره ب 260 دي تقريبا يعني، ودي كانت برضو ب 200 حاجه و50. هي كانت ارخص منها بحوالي 10 15 جنيه، والله مش متذكره قوي بالظبط، بس هي في الحدود. بصوا زيت الذره ده بيبقى للكيكات، للحلويات، للحاجات اللي هي يعني مش بتحطيها في نار كتير. مثلا مخبوزات، حاجات زي دي، كيكه، الحاجات اللي هي الحاجات الطريه، الحاجات اللي مش بتستحمل، الحاجات اللي هي الحلويات والحاجات دي. بالنسبه لزيت الذره ده هو بيستحمل شويه النار. يعني ده يبقى للطبيخ، مثلا هتعملي محشي محتاجه زيت تحطيه، طبيخ هتحمري بصله، تعملي بطاطس، حاجات زي دي. ده لو انت حابه تستخدمي يعني حاجه نضيفه، ده افضل حاجه زيت الذره اللي هو الكريستال. في طبعا حاجات تانية، انواع تانية كتير، ولكن هو كريستال طبعا احسن حاجه واغلى حاجه معروف. وفي صني برضو كويس جدا، بس لقيت سعره يعني بالنسبه لكريستال ممكن اعلى منه او في نفس المستوى، فيبقى كريستال افضل يعني. برضو لو انت مثلا عايزه تجيبيه للتحمير، انا بفضل يعني تجيب الزيت اللي هو بيبقى خليط. ده بالنسبه للتحمير والقلي والحاجات دي، انا بجيب الزيت اللي هو بيبقى خليط، زي اللي هو في حاجه اسمها ممتاز، وحاجه اسمها سلسال، وفي حاجات اسامي كتير كده. بس حاولي تختاري من عند حد كويس، لان الحاجات دي بتتضرب. وحاولي تختاري حاجه تكون نظيفه. حاولي تختاري حاجه نظيفه، واسالي صاحب المحل، شوفي حد يكون بتاع محل يكون ثقه مضمون، محل يكون نظيف، واساليه هو هيقولك الصراحه.
وبيبقى فيه انواع زيت نازله نظيفه، بتبقى خليط كده بين الذره مثلا او بين العباد الشمس وبين زيت الصويا والحاجات دي بتبقى حلوه للتحمير، بتستحمل معاكي. انما الحاجات دي على فكره ما بتستحملش ده. بصوا دي لو انت استخدمتي نص الازازه ده، نص الجزء ده كله كده عشان تحمري بطاطستين، هو هيخلص مش هيستحمل معاكي. لان ده بصوا يعني مجرد ما بتفتحي الازازه كده وتاخدي بتحسي ان هو بيفر اصلا، يعني اصلا بتحسي ان انت ما خدتيش كل الكميه دي. يعني انا مجرد ما خدت منه حاجات بسيطه، عملت منه حاجات بسيطه، ببص لقيت نص الازازه خلص. دي بتستحمل شويه، يعني جايبه الاتنين في نفس الوقت، ويمكن استخدمت، حاسه اني استخدمت دي اكتر، بس دي تقيله يعني هتستحمل معاكي طبيخ، هتستحمل معاكي حاجات اكتر. فانت لو انت عايزه تجيبي ومش عارفه تجيبي، دي كريستال، دي بتبقى للحلويات للكيكات للحاجات دي الخفيفه. زيت عباد الشمس ده بيبقى للحاجات طبيخ، الحاجات اللي هي بتبقى عايزه يعني تستحمل شويه نار، ده بيستحمل شويه عن ده. لكم الترمس طبعا كل سنه وانتم طيبين. انا جايبه كيلو الترمس، انا بحب المسكر يعني، كل الناس عارفه معظمنا يعني بيحبوا. انا جايبه الكيلو ب40 جنيه. ماشي. ده اللي هو المسكر، اللي هو البلدي بيبقى ب60، وفي حاجه اسمها مستورد مر برضو كانت ب40، وده برضو ب40، فانما البلدي ب60. ده بالنسبه للاسعار. فانا وكمان استوريكوا ده اديك او حاجه كده، بس دي بتيجي لغسيله الغساله. يعني انا باخد من دي كده معلقتين 3 في الغساله، على نص ازازه خل مثلا، على معلقتين ملح ليمون، بغسل بيهم الغساله فتره كده، بتديها دوره كل مثلا شهر، او كل مثلا بكتير قوي يعني، المفروض هي كل اصلا 15 يوم، بس كل شهر كل شهرين. المهم ان انت ما تنساهاش تديها ايه دوره، او تنظيف الحوض. فبحط من دي، وممكن كمان تخلطيه على، تحطي منه مثلا برضو على كيس الاريال مثلا 2 كيلو مثلا لو انت بتجيبيه، تحطي عليه مثلا معلقتين 3 برضو من الكربونات ودي، وخل وملح ليمون برضو بيبقى حلو. ولو انت مش حابه تحطي مع الاريال، ده بيتغسل بيه الغساله، بيخلي الغساله تنضف يعني، بينضفها وكده. برضو دول انا جايبه دول والله ب10 جنيه، دول كده ب10 جنيه. ماشي. وجايبه النشا السايب برضو نص كيلو ب20 جنيه. كمان من ضمن الحاجات يا البنات الجميله جدا 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 اللي انتم ممكن تشتروها، الحاجات دي، الاكياس دي اللي هي بتيجي بتتفتح كده اهو، وبتغطي بيها اي طبق او اي حاجه. عشان انا ماسكه بس التليفون بايدي. بصي بتعملي كده اهو، بتقومي شداه بيتفتح معاكي كده اهو، وتغطي بيه اي طبق او اي حاجه عندك، طبق تحطيه في التلاجة. بصوا جميله تحفه، دي من احسن الحاجات اللي انا بحبها والله. ده الكيس بتاعه ب15 جنيه، وفي كل ده فيه يجي 100 واحده، يعني بيقعد معايا اصلا شهرين واكتر من كده كمان ب15 جنيه. والله بجد حاجات بتبقى سعرها مفيش لا تذكر، بس بتبقى مفيده وعمليه جدا وبتريحك جدا والله العظيم في المطبخ. فده من الحاجات الجميله جدا ب15 جنيه. برضو اسالي عليه عند اي حد بتاع ادوات منزليه هتلاقيه. خلصنا، واتمنى اكون قدرت افيدكم يا رب. ولو عجبكم الفيديو قولوا لي وانا اكرره تاني، وكل ما اجيب حاجه احاول افيدكم اسعارها ايه وانواعها ايه وايه افضل حاجه وكده. ولو ما عجبكمش برضو قولوا لي عادي، ما نكرروش تاني. يعني الفكره ان انا بعمل حاجه اللي تفيدكم، فهي لو فادتكم واتبسطتوا منها تمام، لو ما فادتكمش برضو تمام، ما عدناش نعملها. برضو انا عارفه ان قناتي لسه مش حد كتير يعني، بس اتمنى اللي يشوف الفيديو يدخل قناتي ويستنى شويه، يعني ان شاء الله تبقى احسن، ان شاء الله تكبر بيكم. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله.